اهلا بيك. في الفيديو ده هتكلم عن الاي اي واحاول تكون الطريقه مبسطه جدا بحيث ان انت تفهمها بشكل بسيط، حتى لو ما عندكش اي خبره في المجال ده، حتى لو ما تعرفش اي حاجه عنه. الموضوع سهل، محتاج ان انت بس تبدا علشان خاطر الوظيفه دي والحاجه دي هي اللي جايه، وحاليا هي بتغير العالم، وان شاء الله هتغير العالم بشكل افضل الفتره الجايه. الاي اي او الذكاء الاصطناعي اتكلمت عنه في ريلز قبل كده، بس كانت الطريقه سريعه وحاولت هنا ان احنا نعمل فيديو مطول شويه عشان اشرح القصه كلها من الاول. الفكره كلها ان الاي اي ده ما ظهرش النهارده او من سنه او من سنتين، ده ظهر من سنين كتيره، من عام 1950 حاجه زي كده، يعني من زمان جدا الفكره الاساسيه، لكن كانت محدوده جدا، كانت مش مستخدمه بشكل كبير، وفي نفس الوقت كان في افكار ولكن مش قادره تطبق على ارض الواقع بسبب حاجات كتير، من ضمنها مثلا المعالجه وقتها والاجهزه اللي كانت ضعيفه، ما كانتش قويه زي النهارده وحاجات زي كده. لما نفيديا بقى في الفتره الاخيره عملت جي بي يوز او كروت شاشه، يعني كروت الشاشه دي هي حاجه بتتحط في الجهاز بتساعد السي بي يو او عقل الجهاز يعني يشتغل بشكل اسرع. اللي حصل انه الموضوع ده خلى فيه طفره جامده جدا، لانه خلى الاجهزه تشتغل فعلا بشكل اسرع بكتير جدا، بتعمل حاجات كتير قوي، عمليات كتير قوي مع بعضها في نفس الوقت. فكره الكمبيوتر ان هو بيعالج معالجه واحده او عمليه واحده في نفس الوقت، ما يقدرش يعالج عمليتين في نفس اللحظه. ده بناء على البرمجه او التصميم بتاعه من اول دقيقه، اللي هو مبني على حاجه اسمها الباينري. مش عايز ادخلك في تفاصيل كتير، بس في النهايه ان الكمبيوتر بيعالج معالجه واحده بس في نفس الوقت. طبعا الوقت ده ممكن يكون رقم قليل جدا لدرجه ان هو بيتحسب مثلا بالنانو سكند وحاجات زي كده، يعني رقم قليل جدا، بس الفكره كلها ان هو بيعالج في النهايه في نفس الوقت مره واحده. اما نفيديا عملت ايه بقى؟ جابت سي بي يوهات حطيتها مع بعض، خلينا نفترض يعني كده، هو طبعا الموضوع اعقد من كده شويه، لكن حطيت اكتر من حاجه او اكتر من عقل مع بعض يشتغلوا في نفس الوقت ويعملوا عمليات اكتر في نفس الوقت، وده اللي خلى الاي اي يظهر بالشكل اللي احنا شفناه النهارده. عملوا حاجه اسمها ال LLM او اللارج موديل لانجويج. الفكره الاساسيه بتاعت اللارج موديل لانجويج ان هو بدل ما ايام زمان كان الاي اي فكرته الاساسيه عشان يعلموه كانوا يقولوا له خد بالك احنا عندنا داتا مثلا، خلينا نقول اسماء ناس محدده والسالاريز بتاعتهم والخبره بتاعتهم، تمام؟ بيقول لك اتوقع مثلا الشخص ده بناء على خبرته هيبقى السالري بتاعه كام. طيب هما بيعملوا ايه؟ ببساطه بيدخلوا الداتا دي للاي اي، يقولوا له خد بالك يا اي اي اتدرب على الكلام ده. طبعا بيبقى داتا كتير جدا، اتدرب على الكلام ده ويقعدوا يجربوا معاه كده. طب لو الشخص كان اسمه كذا والاكسبيرينس بتاعته كذا، توقع انت بقى السالري بتاعه المفروض يكون كام. طبعا بيقعد يغلط 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 ويتدرب ويعدل ويتدرب ويعدل، طبعا بيزودوا الداتا اكتر لحد ما يبدا ان هو فعلا يتوقع بنسبه معينه، وتبقى حاجه اسمها نسبه دقه معينه، فيقول لك الموديل ده دقيق بنسبه كذا كذا. كمثال نوضحه اكتر، لو انت عندك صوره قطه وكلب، هو بيقعد يتدرب على صور قطط وكلاب كتير جدا ويشوف كتير قوي لحد ما بعد كده يبقى عنده دقه معينه في تحديد صوره القطه وصوره الكلب، وبعد كده يقول لك بنسبه كذا دي قطه وبنسبه كذا ده كلب، وهكذا. ففضل الموضوع كده. وفي طريقه تانية زي الديب ليرنينج، هو ان انا بديله بقى كل الداتا وهو يكتشف الباترن بتاعه بنفسه. فتخيل معايا مثلا لو انت على الفيسبوك في مليون حاجه انت بتعملها، بس في الفيسبوك اوقات بيجيب لك حاجات دقيقه جدا او انت بتحبها او بتفضلها فعلا كاعلانات. هو بيعمل الحوار ده ازاي؟ هو قدر يكتشف الباترن بتاعك، انت بتفضل ايه وبتحب ايه من غير ما يعرف اصلا اي حاجه عنك غير المعلومات اللي بتديله بشكل عام. يعني انت مثلا لما وقفت على بوست بنسبه قد ايه، رحت على مش عارف كذا واستنيت شويه، علقت على كومنت مثلا على كذا، يبدا يعرف انت بتفضل ايه وبتحب ايه بدقه كبيره جدا، لدرجه ان اوقات ممكن تلاحظها انك مثلا لو فتحت فيسبوك بتلاقي انه جاب لك حاجه انت كنت بتفكر فيها حتى ما اتكلمتش عنها، لان مثلا فيسبوك وغيرها بيبداوا يسمعوا الصوت اللي انت بتتكلم مع الناس بشكل عام فيه، او في اي وقت طول ما التليفون شغال هو بيشغل باك جراوند تاسك كده في الخلفيه يسمع انت بتقول ايه، بيجيب لك بناء على اللي انت بتقوله اعلانات. فمثلا لو اتكلمت عن العاب او حاجات معينه ممكن يعرض لك اعلانات خاصه بيها. تخيل بقى انه وصلوا لدقه عاليه جدا لدرجه ان هم يعرفوا انت بتفكر في ايه. بس الكلام ده حصل بالديب ليرنينج من غير ما يعرفوا ازاي اصلا. الاي اي محدش يقدر يقول لك هو اللي بيحصل جوه ايه، بس
هو عامل بالظبط زي عقل الانسان، زي الخلايا العصبيه والتواصل مع بعضها البعض، بس صناعيه. بدل ما تكون خلايا عصبيه حيه زي عقل الانسان، لا هي صناعيه متبرمجه بشكل معين. وكل ده قام من الاحصاء. لما يعني كنا متقدمين في علم الاحصاء شويه بدانا نعمل القصه دي. انت لو بصيت اصلا في الاي اي جوه، يعني عشان ابسط لك الدنيا اكتر، هو كل الليله دي شغاله بارقام، هو بياخد الكلام ده وبيعمل ما بينه علاقات بارقام معينه، بحسابات معينه احصائيه وحسابات في الفيكتورز وحاجات زي كده، مش عايز ادخلكم فيها دلوقتي. بس هو الحوار كله قايم على الحته دي، في حاجه اسمها ترانسفورم، هو بيشتغل بارقام معينه، ودي تسمى برضو في الاي اي اسمها الاوزان. لما بتشوف اي مصطلح في الاي اي يجي يقول لك والله الموديل ده كذا واوزانه كذا، الاوزان دي هي اللي انت بتقعد تظبط في الارقام بشكل معين عشان تظبط الارقام اللي جوه الماتريكس او المعادله عشان توصل لنتيجه مختلف. اتمنى تكون استفدت من الفيديو ده. لو في اي سؤال على الفيديو حاول ان انت تكتبه وان شاء الله نجاوبك في اسرع وقت. ما تنساش تنضم في المجتمع بتاعنا على تليجرام وعلى واتساب، بننزل فيه كل جديد. حاول تكون جزء من المجتمع. شكرا لك.